السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الفيديو الثاني ديالي في هذه القناة. إن شاء الله غنحاول نوصل لكم قصص واقعية فيها خير وعبرة ورسائل مفيدة لكل واحد كيتفرج. إذا كنت جديد معنا مرحبا بك. اليوم غنعاودكم قصة واقعية وماشي عادية. طائرة هبطت هبوط اضطراري في واحد القرية نائية بسبب الريح، بسبب واحد العاصفة كانت قوية. اللي غادي يوقع من بعد غادي يبدل حياة واحد الراجل من الركاب. هبطت الطائرة وهبطوا الناس كاملين. من بين ديك الناس اللي كانوا واحد دكتور سميتو إيشان. كل واحد مشى كيقلب على البلاصة اللي غادي يرتاح فيها. دكتور إيشان كان كيسمع واحد الصوت، بكاء د واحد الوليد. بقى كيتبع الصوت، بقى غادي حتى تلاقى واحد السيدة هزا الولد في يديها. الولد كيبكي وهي كتبكي معاه. سولها، قال ليها مالو الولد، وهي تقول له راه مريض ومدة هو في هذا الحال، الله يرحم الوالدين ما تعتق ليه هذا الوليد. السيدة راه ما كانش كتعرف ان هذاك السيد اللي حداها راهو دكتور. شنو قال الدكتور في البال ديالو؟ قال بما أن ربي حطني في هذه القرية النائية ما فيها طبيب ما فيها سبيطار، إذا ربي عنده حكمة، ضروري غنعالج هذا الولد ونجبر الخاطر للأم. قرر بأنه يجلس معاهم. دازت ساعات طويلة ما بين أمل وخوف. ما جا الفجر يبان حتى كان الوليد الحمد لله بدا كيتحسن. فرحت الأم بزاف وبقات كتبكي، قالت له شكرا دكتور. في الاخير كانت عرفت بانه دكتور. قالت له شكرا دكتور، ها وليدي برا ليا ويقول لي هذا بفضل ربي. اللي كان غادي يمشي في حاله قالت له الدكتور راه ما عندي باش نعطيك وما عندي باش نخلصك من غير الدعاء. قال له الدعاء من قلبك الخالص ودعوة صادقة تكفيني. مشى في حاله الدكتور، لقى الركاب كيركبوا في الطيارة بعد الريح ما بقاش والعاصفة ما بقاتش. كل واحد مشى لبلادو. دازت أيام وسنين. مرض مسكين الدكتور إيشان، اضطر بأنه ضروري خصو يعمل واحد العملية صعيبة لأن حالته كانت خطيرة. ضروري خصو يعمل عملية، ولكن إذا ما درهاش قدر يموت، مسألة حياة أو موت. سلم أمرو لسيد ربي. نهار العملية جا واحد الدكتور شاب هو اللي دار له العملية. اللي فاق الدكتور جبر بأن العملية نجحت له، فرح بزاف. ديك الوقيته دخل عنده داك الدكتور الشاب ويقول له على سلامتك. قال واش عرفتيني؟ قال له لا. قال له انا هو داك الوليد اللي اعتقتيه وعالجتيه، والام ديالي هي اللي كتدعي معك، والحمد لله بفضل سيد ربي درت لك العمليه ونجحت. بكى مسكين الدكتور إيشان بالفرحه ويقول سبحان الله، شوف امتى درت الخير وامتى ربي جزاني. شنو العبرة من هذه القصة؟ العبرة هي بأنك دير الخير كما كان ولو صغير. تقدر تنساه شي نهار، ولكن ربي سبحانه وتعالى عمره ما غادي ينساه، وقدر يجازيك أضعاف 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 الخير اللي درتيه. قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله. إذا عجبتكم القصة ما تنسوش ديروا اللايك ديروا اشتراك باش يوصل لكم قصص أخرى. اللهم اجعلنا من أهل الخير وارزقنا النية الصادقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.